كان يا مكان في قديم الزمان، كانت واحد القبيلة كتعيش في الهنا والسعادة. وكان عندهم شاب جميل، كان عنده واحد العودة. كان في كل عشية ملي كيبرد الحال كيدي العود ديالو يساريه ويدور بيه، وكيدوز على واحد العين تاع الماء كيشربو تما وكيرجع. واحد النهار مشى كيف العادة، ولكن العود ما بغاش يشرب. حاول معاه والو ما بغاش. ايوا مشى الشاب بحدا العين وقرب مزيان. هو يلقى زغبة طويلة حابسة الماء من الخروج وسادة العين. حيدها الشاب وخداها معاه ورجع لدارهم. ملي وصل قال لمو: انا بغيت نتزوج، ولكن الشرط ديالي هو ان البنت اللي غادي نتزوج بيها تكون هي مولات هاد الزغبة ديال الشعر، واخا تكون شكون ما كانت، واخا تكون فين ما كانت. ايوا وافقت الام. برحوا في القبيلة على البنات كاملين، بقاو كيقيسوا عليهم ديك الزغبة. كاينه اللي جات قل من شعرها، وكاينه اللي جات كتر من شعرها، حتى سالاو البنات كاملين وما لقاش اللي بغى. قال ليهم غير زيدوا صيفطوا البنات. قالت ليهم موراه ما بقات حتى بنت، كلهم جاو. قالت له بقات غير اختك هانه. قال ليهم جيبوها، والله حتى نتزوج مولات هاد الزغبه، وربي كبير واخا تكون حتى هانه اختي. ما لقاو ما يديروا، بداو الاحتفال، وناض الشطيح والرديح والعرادات. والعروس اللي هي هانة مسكينة رفضت نهائيا، ولكن خوها والو كان مصر. وكان عند هانة خوها آخر صغير سميتو رويحة. ناضت وسطاتو قالت ليه: ملي يكونوا المشاطات في ليلة العرس كيمشطوا ليا، سرق انت المشطة وهرب. وملي نقول لك وقف، وقف رويحة، انت زيد جري. ولكن ملي نقول لك جري جري يا رويحة، انت يوقف. وافق خوها ونجحات الخطة. هرب رويحة بالمشطة، وبقاو قاع دراري القبيلة كيجريو من وراه باش يجيبوا المشطة، حيت راه فال ما زوينش الا تسرقات المشطة ديال العروس. عياو ما يتبعوه. قالت ليهم هانا غير زقاو باش ما يطش، راه مسكين مازال صغير، خليوني انا نشدها من عنده غير بالحيلة. مشات تبعاتو وكتقول ليه: وقف وقف رويحة خويا وقف. وهو كيزيد يجري، وكتزيد حتى هي تجري من وراه، حتى كتلقى راسها بعدات على القبيلة، وكتقول له: واجري يا رويحة خويا. ايوا كيوقف يتسناها. بقات هكاك حتى بعدات مزيان، ومشات هي وياه طلعوا فوق واحد الشجرة عالية وجلسوا. وصلوا عليهم ولاد القبيلة وحاولوا يقنعوهم باش ينزلوا، والو ما بغاوش. ايوا مشاو جابوا الفيسان والشواقر، وبقاو كيقطعوا في ديك الشجرة الليل كامل حتى قربوا يكملوها. عياو ومشاو يرتاحوا، وقالوا في الصباح نرجعوا نكملوا داك الشوية اللي بقى. ولكن ما قالوش ان شاء الله. رجعوا الصباح لقاو الشجرة صحيحة، ما فيها حتى اثر ديال القطيع. بداو من جديد كيقطعوا حتى قربوا يساليوها. وعياو وقالوا غدا نكملوها، ولكن كيف العادة ما قالوش ان شاء الله. ايوا تكرر نفس المشكل، وبقاو هكاك حتى عياو وملوا، ورجعوا للقبيلة وخلوا هانا مع رويحة فوق الشجرة. ملي تأكدات هانا باللي صافي ما بقاوش غاديين يرجعوا، هبطات هي وخوها، وكانوا مساكن عطشوا بزاف.
مشاو لواحد العين، شربوا وغسلوا وجههم ويديهم ورجعوا لشجرتهم. ولكن ملي وصلوا تفكرات عقيقها، كانت نساتو في ديك العين. وهي تصيفط خوها، قالت لي سير جيب لي العقيق، راني نسيتو. ولكن عندك يجيك العطش وتشرب في القلته ديال الماء ديال الغزلان. قال لها صافي ما تخافيش عليا، كوني هانيه. ملي وصل رويحه مسكين، وصل عطشان، تلف وشرب في قلته الغزلان، هو يتحول ورجع غزال. ايوا مشى لبلاصه فين شربات اختو ولقى العقيق، هزو بقريناتو ورجع لعند اختو. ملي شافتو بقات مسكينه تبكي وتغوت، وبقات كتوصي فيه: عندك يصيدك شي واحد، عندك ياكلك شي حيوان. بقى رويحه كيمشي يسرح مع الغزلان النهار كامل، وفي الليل كيرجع يبيت تحت الشجره اللي كانت فيها هانه. واحد النهار شافت من بعيد الصياده وخافت على رويحه، غوتات عليهم من فوق الشجره: والصياده والصياده، عندكم تصيدوا رويحه خويي، راه وسط الغزلان. تلفتوا فيها الصياده وشافوها وتفتنوا بالزين اللي عطاها الله. مشاو يجريو لعند السلطان وقالوها ليه. قال ليهم جيبوها ليا. مشاو عند واحد المراه شارفه وداروا معاها واحد الخطه اللي تخلي هانا تهبط من الشجره باش يخطفوها. ناضت المراه، جات حتى لتحت الشجره وحطات خيمتها، خرجت ما عند تبركيش وبقات تفتل في الطعام، وكتفتل في الطبق مقلوب والقصعه مقلوبه والغربال حتى هو مقلوب. شافتها هانا وهي تقول ليها: وخالتي راكي قالبه الماعن فاش كتبركشي الطعام. قالت ليها: راني يا بنيتي عمية وما عندي عينين، إلا جات على خاطرك أجي عاونيني. وافقات هانا وهبطات، هما يخرجوا الصيادة وطاروا بها لقصر السلطان. بقات هانا في قصر السلطان مهمومة وحزينة، وشرطات على السلطان باللي إلا بغى يتزوجها خاصو يجيب ليها خوها. صيفط السلطان عبيدو وبقاو كيقلبوا حتى لقاوه، وعرفوه بواحد الخريصة في ودنو. داوه لجلسة الإنسان، عامد معها هو يرجع كما كان من قبل. وملي جابوه هانا فرحات بزاف وما قاداهاش الدنيا. ايوا تقام العرس وتزوجات هانا وعاشت بخير مع راجلها. كبر رويحة ورجع شاب، وحملات هانا، وقرر السلطان باش يسافر. ملي بغى السلطان يسافر وسط عيالاتو اللي كان مزوج بيهم قبل من هانا باش يتهلاو فيها. وسافر السلطان وولدات هانا ووليد زوين ما شاء الله. ايوا يا سيادي، وهي تشعل نار الغيرة في قلوبهم، حيت هما ما كانوش كيولدوا. ناضوا قالوا ليها: اجي ونفليو ليك راسك. وافقات، والمسكينة حنات راسها. بقاو كيقلبوا ليها في راسها، هما يدخلوا ليها واحد الكموسة ديال اللي باري في راسها، وفي البلاصة ولات حمامة. بقات مسكينة كتمشي مع الطيور في الصباح وكترجع بالعشية باش ترضع ولدها حتى الغد، وتعاود تمشي عاود تاني مع الطيور. بقات على هاد الحال حتى كبر ولدها وولا كيهدر، وكيبقى مسكين يتسنى فمو حتى كيعيا، وكيسول السرب ديال الطيور اللي جاي، كيقول ليهم: داك الفرق الجاي
هذاك الفرق الجاي، واش ما شفتي مامي انتي منا قالت فر؟ كيقولوا ليه مازال بعيدة، وكيبقى يبكي ويقول كحالي الشجرة وكحالي الحجرة وكحالي الحوت في البحر وكحالي قلبي وزيد معاهم. ايوا كتولي الدنيا كاملة كحلة. وكيعاود يسول السرب الاخر اللي جاي وكيقول ليه هذاك الفرق الجاي، هذاك الفرق الجاي، واش ما شفتي مامي انتي منا قالت فر؟ كيقولوا ليه ها هي مورانا جايه. وكيفرح ويبقى يقول خضاري الشجره وخضاري الحجره وخضاري الحوت في البحر وخضاري قلبي وزيد معاه. وكتولي الدنيا كامله خضره، وكتجلس تردعو حتى الغد وتعاود تمشي. ملي رجع السلطان سول على هانا، قالوا ليه عيالاتو راه مسخ اخوها. ورجعت حمامه، مشى لواحد الحكيم وقال ليه ها اللي جرى لمراتي، عاود ليه القصه. قال ليه غادي تطلي لولدك صحته كلها بالعلك، وتخلي مو حتى تجي ونشدوها. داكشي اللي دارو. ملي جات هانا باش تردع ولدها جاو باش يشدوها، ايوا بغات طير وهي تلصق مع ولدها، ايوا تما شدوها. وملي قلب الحكيم راسها لقى فيه لي باري وحيدهم، وغير حيدهم وهي ترجع كيف ما كانت مرا عادية، ولكن مسكينة ما كتهضرش. قال لهم الحكيم غادي نشدو مصران ونعمروه بالدم ونحطوه على عنق الولد وندبحوه. وداك الشي اللي دارو. ايوا ملي شافت هانا الدم كيحسب ليها راه فعلا ذبحوا ولدها، وبالخلعه شهقات وهي طير من حلقها كموسه ديال الربيع اللي كانت كتاكل ملي كانت مع الحمام. ايوا غير طارت الكموسه وهي ترجع تهدر. سولها السلطان على شكون اللي دار لها دوك الفعايل. قالت ليه عيالاتك. ايوا سيادي، مشى السلطان وجاب جوج جمال صغار وعلق في كل واحد فيهم وحده من عيالاته، يد ورجل في هاد الجمل ويد ورجل في الجمل الاخر. ايوا قرقب تحت الجمال سطيلات خاوين وهما يطجوا الجمال، وكل جمل دا معاه قسمه من العيالات. وهكا عاشت هنا مرتاحه مع السلطان وولدها وخوها رويحه. وهادي حجايتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الناس الجواد. ايوا ما تنساوش تقولوا لي كيف جاتكم الحكايه.